عارف انت المثل بتاع ما تزعلش على الراجل لو مات، ازعل عليه لما يخيب؟ اهو ده اللي ممكن تقوله بالظبط على مسلسل ذا بويز واللي بيحصل فيه بقاله كام موسم بعد ما كان اختراع وحاجه جديده اول مره نشوفها بالشكل ده، ودمر اي رؤيه قديمه كانت منتشره عن ثقافه الابطال الخارقين وافلام السوبر هيروز اللي كانت مسيطره وقتها، خصوصا وانه كمان نزل في 2019 نفس سنه اند جيم ونهايه عالم مارفل اللي كان يعتبر قمه النوعيه دي واللحظه اللي الكل كان منتظرها بعد نجاحات عالم مارفل. فهوب يطلع علينا ده يسخر منهم كلهم ويحط على كل الابطال مهما كانوا مين، قبل ما فجاه كده على الاقل بالنسبه لي المسلسل يبدا يفقد سحره وروعته اللي خلتك تحبه من البدايه وتتعلق بشخصياته من اول حلقه، عشان يتحول لمجرد حاجه شغاله في الخلفيه وخلاص تشوفها وانت مشغول في اي حاجه او بتتكلم مع حد، ويعني حاجه لتضييع الوقت ليس الا، وما عندوش اللي يقدمه فعلا غير قلع وبذاءه وتوجهات سياسيه محدش طلبها. والكلام هنا مش بس على الموسم الخامس اللي شغال دلوقتي ولا اللي قبله ولا اللي قبله كمان، ويمكن حتى بدات المشاكل من الموسم الثاني او الثالث بس ظهرت قوي مؤخرا. وقبل ما حد يجي يقول لي انت متحيز ضد المسلسل وانت مش عاجبك حاجه وجاي تهاجم وخلاص، انا عن نفسي كنت من اكبر فانز ذا بويز من زمان، وحتى كنت بعمل ميمز عنه في جروبات اجنبي مش عربي بس، وكانت يعني ايام حلوه والله، بس منهم لله اللي ضيعوا المسلسل. المهم يعني لو جيت تسال بشكل عام كده امتى المسلسل يقع، هقول لك لما يبدا يعمل اللي الناس عايزينه بس ويعرض فقط اللي هو معتقد انهم عايزين يشوفوه، لا اكتر ولا اقل. مفيش حاجه جديده ولا مفاجآت او احداث تستحق المتابعه، كل الشخصيات واقفه في مكانها مفيش تطور، وما ينفعش مثلا حد مهم يموت لان الناس بتحبه وعايزين يشوفوه، والممثلين نفسهم مش مهتمين بادوارهم ولا فارق معاهم وشايفين المسلسل مجرد فرصه لكسب شويه فلوس قبل ما يخلص، ومفيش اي تركيز في اللي بيعملوه دلوقتي، ومنهم اللي بيلعب في شكله ولا يغير من ملامحه بدون ادنى اهتمام بالدور والشخصيه اللي بيقوم بيها، لا وصناع المسلسل كمان بيتعاملوا كانه عادي ومفيش حاجه حصلت، وكما هي العاده شخصيه واحده بس او البطل الرئيسي هو الوحيد اللي لسه عنده حاجه يقدمها زي هوملاندر كده، وهو اساسا اللي بيخلي الناس تتابع العك والهري اللي بيحصل عشان بس يشوفوا نهايه قصته فقط لا غير، رغم ان هو كمان اتدمر وفشخوه كشخصيه زي ما هنشوف كمان شويه. وكل ما تشوف حلقه ولا تقرا اي كلام عنه تحس كده انه ما تفهمش الشخصيات جايه ليه ولا بيعملوا ايه او عايزين ايه من ده كله، ايه الهدف اللي هنوصل ليه بعد كل اللي بيحصل، لان الكتاب نفسهم مش عارفين، والمهم عندهم بس يحلبوا في الشخصيات والاحداث باي شكل وخلي الناس تتفرج عشان تتريق عليهم وتنتقد العك اللي بيحصل، وهي كلها دعايه ومتابعه وصيد بناكل منه عيش، لان معظم الابطال اتحولوا لحاجه كده زي بارودي او تريقه على نفسهم، ما تعرفش تاخدهم بجديه تاني ولا اي حاجه بيعملوها، فهتبص تلاقي حلقات مش بيحصل فيها اي حاجه ولا احداث ملهاش اهميه في اي حاجه بتحصل، ولا مثلا نقطه معينه يركزوا عليها شويه ثم هوب ولا كأن حاجه حصلت تختفي فجاه عادي، وتعالى على شخصيه زي بلاك نوار اللي قعدوا يحضروا فيه مواسم كامله وشويه تشويق وغموض بقى من البدايه محدش يعرف عنه حاجه غير ان هو قوي جدا جدا ويقدر يدوس على ستارلايت وكيميكو وما يحصلوش حاجه من الانفجار مع النقيب، وهوملاندر يعتبر بيحترمه او على الاقل مش بيقلل منه ولا شايفه نكره زي باقي الابطال، فاكيد يعني هيكون له دور قدام، ولا مثلا هيطلع تويست زي الكوميكس وان هو شبيه هوملاندر اصلا وكده، لكنهم خدوا طريق تاني احسن وعملوا ليه قصه حلوه مؤثره، والكرتون اللي بيكلمه في داخله ولاي مدى هو شخص محطم وحزين بعد ما اتحط عليه زمان من سولجر بوي قبل كده وكان خايف ومتردد يقف في طريقه، فخلاص بقى مش هيسكت تاني وهيتكلم، والمره دي مش هيسيب حقه كده، ورفعوا املنا كلنا واخيرا هيبقى ليه دور حقيقي بدل ما هو ديكور كده من البدايه، ثم هوملاندر يموته في لحظه ولا كأن حاجه حصلت. طب انا كده استفدت ايه؟ يعني كان ايه لازمته كل الترقب والبناء اللي عملته من الاول طالما مش هتوصل بيه لاي حاجه في الاخر والموقف كله هينتهي في لحظه؟ يعني بجد ليه؟ وما تقوليش اصل ده شاك فاليو اللي هو بقى مفاجاه وكده، حتى لو كانت مفاجاه احنا استفدنا منها ايه؟ يعني اثرت ازاي في الاحداث ولا نقلتنا على نقطه تانية اهم ازاي ولا حاجه، ولا ايه اللي حصل لستارلايت مثلا؟ والمسلسل بيتعامل برضه ان هو عادي ما فيهاش حاجه، عاملين كده زي العيال الصغيره في المسلسلات اللي بتكبر فجاه وتبص يبقى شكله راجل تلاتيني، المفروض نقتنع ان هو لسه طالب ثانوي ولا طفل، مش بس كده لكن فوق كل ده هات اكتر شخصيه لطيفه وكل الناس بتحبها وخليها برميل كلاحه متحرك، واعمل حته ملهاش اي لازمه في ماضيها اصلها كانت متنمره على فاير كراكر زمان ودي بنت مش تمام وكخه اللي هو يعني مفيش ملايكه في العالم والحوارات دي، وده المفروض يعني مفاجاه بقى وصدمه عن انها ما كانتش كويسه كده على طول وليها تصرفات وجانب مش مظبوط هي كمان، ده على اساس انك المفروض تحاسب عيله صغيره على افعالها من بتاع 20 سنه، والاهم ان ملهاش اي لازمه ولا المسلسل بيتعامل معاها كبطله خارقه هي كمان، لكن تحسها جايه بالنيه كده معانا، مفيش فرق كبير مع اي واحد تاني من المجموعه بتاعتهم، يعني مش بتضيف حاجه عكس اول موسمين مثلا لما كانت ستارلايت شخصيه مهمه ومؤثره، دلوقتي لو ما ظهرتش حلقتين ثلاثه ما اعتقدش ان ناس كتير هتحس بحاجه وعادي، لان كل ما نلاقي نفسنا فاضيين هنخلي هيوي يتخانق معاها عشان هي اقوى منه وحاسس ان رجولته ناقصه، وبعدين يفتكر انه قال في الاول ان ده عادي ثم يتصالحوا يحصل اي موقف يقوم معيط تاني، حتى لما بقى عنده قوه خارقه بقى نكته عشان تفضل الحته دي موجوده بينهم، ما هو اصلا ما فيش حاجه تانية نعملها، ايه يعني هنطور الشخصيات بجد زي البني ادمين ولا ايه؟ خصوصا هيوي اللي حكايته حكايه ومش فاهم بامانه الصناع بيتعاملوا معاه كده ليه، ومصممين يدمروا الشخصيه ويقللوا منه باي شكل، حتى خلوا باتمان يعني يعتدي عليه
عليه حرفيا، والموضوع يبقى نكته بتضحك، وتاني مع البطله اللي غيرت شكلها وبرضه هو الغلطان ووحش عشان ده حصل. وكل مره بيحصل له اعتداء بالشكل ده المسلسل مش بيتعامل معاها بجديه وكانها حاجه كوميديه يعني بتضحك. ومن امتى بنتعامل مع النوعيه دي من الاعتداءات والكلام بخفك؟ ولا عادي كبر دماغك ملهاش اي تاثير نفسي عليه ولا سايكولوجي ولا اي حاجه؟ انما لما حاجه شبه كده تحصل في الموسم الاول بس مع ستارلايت الدنيا بتقوم، وطبعا نهتم بالحدث. لكن هيوي طز فيه ايه يعني؟ ما هو اصلا بقى ديكور هو كمان في الاحداث، وملوش دور حقيقي بيعمل بيه اي حاجه، وموجود بس عشان ستارلايت موجوده. يعني ممكن نخلص من الاتنين مع بعض مش مشكله. بنفس المبدا مع فرنشي وكيميكو، كانت علاقه لطيفه وشخصيات جميله، عاملين جو حلو في وسط الالم والعنف والقرف ده كله، وبتديك امل ان ممكن حاجه كويسه تطلع من كل ده، واي حد ممكن يتغير بقى وهكذا. ثم عملوا بيهم ايه؟ خلوا فرنشي يشذ بلا هدف ويبقى شخصيه كالحه ملهاش اي 30 لازمه، وكيميكو ملهاش دور بس الناس بتحبها. فهات مره اخوها من العدم، مره واحده كانت تعرفها من زمان ورجعت من الماضي عشان تموتها، زي بالظبط ما عملوا مع ستارلايت. طب يعني فكروا في حاجه كرييتيف شويه مثلا. حتى موضوع اخوها ده متوقع بغباء وواضح قوي وملوش لازمه ولا عمل حاجه او اثر فيها بجد. هتقولي بس انقذ هيو من هوملاندر، هقول لك ما هو من غيره ما كانوش راحوا هناك ولا قابلوه اصلا. وحتى مشهد موته عبيط ومعتاد عشان بس الاخت كيميكو يكون عندها حافز ورغبه للانتقام. طب انتقمت؟ لا. عملت حاجه؟ لا برضه. صباح الفل. ولا اخيرا بقت بتتكلم بس عشان تقول شويه نكت بذيئه وكلام فاضي؟ معلش اصلها اتعلمت الكلام من تيك توك اللي بيديك سترايك لو كتبت كلمه شكلها مش حلو في الكومنتات اصلا. صح فعلا. ولا بتتكلم بلهجه امريكيه بيرفكت رغم انها اول مره تتكلم اللغه، واجنبيه اصلا ما بقالهاش سنه على بعضها هنا، بس عادي تبقى فلوينت في ولا شيء. انما احنا نقعد سنين في كورسات وشغل وممارسه وبرضه الاكسنت تبقى واضحه. يعني ابطال خارقين بقى، بس هل فعلا يعني للدرجه دي هم مش مهتمين لا بالشخصيات ولا الجمهور ومكبرين دماغهم كده؟ قد يكون ده بالنسبه لك عادي مش مشكله، براحتك يا سيدي، بس لو على دي فقط هنفوتها. لكن هو ترند ماشي في العمل كله زي ما بنشوف، ومفيش اهتمام باي حاجه، هو حشو وخلاص. زي برضه الاخت سيج اللي المفروض اذكى شخص في العالم، ومع ذلك مش بنشوف اي ذكاء يعني طالع منها، وبالعكس كل اللي بتعمله ماشي كده وخلاص. تقدر تقول بمنتهى البساطه انها بتيجي معاها بالبركه، مفيش حدود واضحه لاي حاجه ولا قوه او قدرات اي شخصيه بجد. يعني هو هوملاندر ده مش اقوى حاجه حصلت في التاريخ، يبقى مش بيموتهم كلهم ليه بقى؟ يعني المسلسل كله اصلا قائم على هوملاندر وقوته، ومن الموسم الاول الكل خايف منه ومحدش عارف هيعمل ايه بالظبط ولا هيودينا على فين. لكن ولا مره فعلا بنشوف قوته الحقيقيه دي ابدا، او بيعمل اي حاجه محدش تاني من الابطال عملها او شفناه بيعمل زيها. حتى بوتشر لما خد كومباوند في بقى عنده قوه هو كمان، كان ند الهوملاندر بيطلع ليزر وما كانش قادر يخلص عليه، حتى ميف ضربته كانت ممكن تكسبه. يعني انتوا بقى بتشتغلونا ولا ايه؟ هو مش قوي اللي على الناس العاديه او الابطال النص كم اللي بيموتهم كل حلقه. وكمان هتلاحظ ان هو بقى غبي لدرجه ان هو بيضحك من جهله وضعفه الذهني، بعكس لو رجعت تشوف الموسم الاول مثلا ولا حاجه كانك بتشوف شخصيه مختلفه. وعمالين يأفوروا في حته النرجسيه والمامي ايشوز بتاعته عشان توصل ان الموضوع بقى مين بيضحك، مش جزء من شخصيته بيفسر افعاله، ولا هو ليه محتاج الناس تحبه وتعجب بيه عشان ما يتجننش ويموت كل اللي حواليه. ليه بقى المسلسل مصمم يحوله لنكته؟ بالظبط عشان يبقى ترامب ويشتموا فيه. وخلينا متفقين على نقطه مهمه، ذا بويز من البدايه خالص دس في اليمين الامريكي، يمكن حته هنا وهناك عن اليسار، وهكس بقى الاجندات والدايفرسيتي وكل ده، بس كل حاجه فيه من الاساس عن اليمين الامريكي. ما اعرفش اللي بيقولوا انه كان بيقطع في الاثنين جايبين الكلام ده منين، بس الفكره انه كان بيعمل كده بعقل وعلى اقل تقدير بطريقه حلوه. حتى اللي مش متفقين معاه ما عندهمش مشكله مع النكته او التريقه، وعادي بتمشي طالما صراع المسلسل عام لدرجه كفايه عشان يبقى عن فكره الابطال الخارقين بشكل عام، وبالذات مع هوملاندر وسوبرمان، اقوى واهم واشهر بطل في التاريخ اللي بيمثل امريكا والحلم الامريكي والعداله الامريكيه. ولاي مدى ده تصور ساذج وحالم، لان ذا بويز بيقول بشكل مباشر كده لو في واحد فعلا زي سوبرمان في الحقيقه الا او حالك ان هو هيبقى طيب وكويس وبيحب الخير. يعني بنيت الايمان بالبشريه ده على ايه بالظبط؟ اذا كان اللي معاهم شويه فلوس وسلطه مبهدلين الواقع ومش سايبين حد في حاله، بين جزيره ولا صيد بني ادمين في الشوارع وبلاوي الموبقات مش هتصدقها اصلا لو سمعت عنها، فما بالك بواحد اقوى من القوه ومحدش قادر عليه، وممكن عادي ينزل ساعه عصاري كده يدوس ويفعص اي حد يقابله في طريقه. متخيل انه هيعمل ايه ولا هيتصرف في القوه دي ازاي؟ هو ده هوملاندر. لكن لما فجاه يتحول لنسخه كرتونيه من ترامب وبشكل فذ وساذج، حتى لو كان ترامب شخصيه وسخه هو كمان وكل حاجه، بس كأن فجاه كده الصراع في المسلسل كله بقى معركه سياسيه بين اليمين واليسار، مش مهم مين فين بيعمل ايه، لكن هو استقطاب وخلاص، وشوفوا احنا احسن منهم ازاي، ويا ده اليمين وحش قوي وعنصريين ومجرمين ومختلين. يبقى انت كده بتهزر والعمل كله خرج عن سياقه الاساسي، وانتوا كصناع بتستغل ده وبتستغلني كمشاهد عشان تعرض توجهاتك السياسيه بالعافيه اللي محدش فينا طلبها وما اعتقدش حد عايز يسمعها. وشايفك يا اللي بتقول ان الفن والافلام والمسلسلات طول عمرها سياسيه وفيها رسائل اللي مش عارف ايه، جميل وزي الفل، متفق معاك طبعا كمبدا، ده ما فيهوش مشكله، ولازم كل صانع يعبر عن نفسه في شغله، بس في شغله يعني يقول اللي هو عايزه جوه الشغل، مش يبقى المسلسل والشغل نفسه هو رساله. فهمني؟ عايز تقول حاجه قولها بشكل غير مباشر، حطها في الاحداث، طلع لها تفسير ما،
انما ما تحدفهاش في وش كده، وده اللي كان بيتعمل في المواسم الاولى، بس بشياكه ومجهود مبذول فعلا عشان يطلع قدامك بالمنظر المحترم ده، مش حاجه عشوائيه او مباشره كانه تلقين ليك عن ازاي تشوف ترامب واليمين ما يولعوا كلهم، انا جاي اشوف مسلسل حلو ماليش دعوه بكل الحوارات دي. طب هل التغييرات دي خلته احسن؟ يعني ما اعتقدش، ومش باين ان في اي تحسن بسبب كده. وممكن ناخد باقي الشخصيات واحد واحد ونقعد نتكلم عن ازاي دمروا كل شخصيه منهم بشكل ما، ولا كميه العك والملط والحلب في الاحداث، بس هنبقى بنعيد ونزيد بلا هدف. لان الازمه بشكل عام في رايي ان المسلسلات بتاخد راحتها زياده عن اللزوم مع الوقت، وكل ما يحققوا نجاح وتزيد المواسم تبص تلاقي الدنيا بتفلت من ايديهم، عشان في بدايه العرض اي عمل بيكون في قمته طبعا لانه لسه جديد والصناع بكامل شغفهم وتحمسهم، والاهم انهم دايما في خطر الالغاء، ولازم يخرجوا افضل ما عندهم عشان يضمنوا نسبه مشاهدات وتقييمات عاليه تقنع المنتجين بالثقه فيهم وانهم يكملوا. فالموسم الاول بلا شك طبعا احسن حاجه في ذا بويز، لكن بعد فتره بطبيعه الحال بيحصل العمل على قاعده جماهيريه ضخمه ويحقق نجاح ويبقى سلعه مضمونه للشبكه او القناه، فلازم يحلبوا فيه لاطول فتره ممكنه، ومع المؤلفين بياخدوا راحتهم ومش فارق معاهم حاجه، وغالبا بيبداوا يفكروا فيما بعد النجاح ده وازاي هيستغلوا شغلهم في حاجه جديده، فتبص تلاقي المسلسل بقى كده. وحاجه كمان مهمه الكل اتكلم عليها وهي النكت والمشاهد اللي ملهاش لازمه، وبيحاولوا يبقوا مقرفين وصادمين قدر الامكان. طب عشان ايه؟ هل في هدف معين لده؟ لا، هو قرف واستفزاز وخلاص، كانهم بقوا كده يعني اشباح ولا ناس روشه بقى، وما تفهمش مين بصراحه اللي بيضحك على الكلام الفاضي ده، ومش باين اصلا ان هو عاجب حد لا هنا ولا هناك باي حال من الاحوال. ممكن يكون الصانع عنده فكره حلوه بس مش عارف ينفذها او يحولها لقصه فعلا ولا عمل فني، لانه مش مهتم ومتخيل ان هو كان جيت اوي باي حاجه يعملها. عشان كده الجمهور موجود وما هوش محتاج يثبت حاجه لحد تاني، والاهم انه بيفقد اتصاله مع ابطاله دول، فبيبدا يتعامل مع شخصياته على انها مش حقيقيه، وبيحكم عليهم من البدايه بالسير في طريق معين، كل اللي بيحصل معاهم عباره عن احداث بتحصل وخلاص ملهاش معنى ولا اهميه غير في الوقت اللي بتحصل فيه، يعني مش هتودي على حاجه في النهايه غير انها بتحصل. ممكن تنقل كل الناس دي لعالم مختلف باي شكل باي وظيفه، وهتبص تلاقيهم بيعملوا نفس الحاجه بنفس الشكل، وفي انتظار النهايه اللي بيمطوا فيها بقالهم 3 مواسم عشان يوصلوا ليها. واما نشوف بقى هتبقى عباره عن ايه. وعن نفسي ما عنديش امال ولا توقعات لحاجه كويسه، وغالبا هتكون اسوأ وابسط حاجه ممكن تتوقعها. وبس يا سيدي على كده، انت ايه رايك في الكلام ده؟ وازاي شايف ذا بويز والمستوى اللي وصل ليه؟